منتخب مصر بيفوز على بنين 3-1 في مباراة لا ليها طعم ولا ريحة ولا لون. يعني عايز تقول لي احنا كسبانين 3-1 والناس مش مبسوطة يعني؟ لا في أداء ولا في أي حاجة ممكن نتكلم عنها النهاردة غير هدف مروان عطية. الهدف الوحيد اللي تحس إن فيه جملة اتلعبت، غير كده مفيش. الناس مش مبسوطة. انت كسبان 3-1 والناس يعني مش عاجبها الأداء اللي انت ده. لو كان في أداء كابتن حسام حسن محسسك ان احنا بنلعب قدام بنين في النهائي. انت متخيل فرقه زي بنين متعادله معانا الاكسترا تايم وبنكسب بالعافيه؟ كل اللي احنا لبسناه يا مؤمن بيدل ان اللعيبه بتاعتنا مش عارفه هي هتهاجم بالكره ولا هتدافع. الغلطه باينه والغلطه واضحه. اللعيبه مش عارفه تتصرف بالكوره. انت مش محفظهم حاجه. انت هتعمل ايه في الدور اللي جاي؟ احنا بقالنا مرحله المجموعات لحد الدور ال 16 احنا ما قابلناش منتخب قوي، منتخب اسم تقيل تخاف منه. ورغم كده ما قدمناش الاداء المميز. كابتن حسام حسن معودنا على الاداء العشوائي، ويا ريت الاداء العشوائي بينم عنه كرة حلوه. لا، الناس جالها احباط. الناس قاعده احنا كسبانين 3-1 والناس مش مبسوطه اصلا. نيجي بقى للتفصيله الاهم في المباراه. انا مش فاهم كابتن حسام يعني احنا يعني امتى هتنزل المهاجم الاساسي بتاعك؟ يعني مصطفى محمد ده المهاجم الوحيد اللي حيلتنا ومحترف في اوروبا، ما قعدوا بره دكه بتنزله الدقيقه 119. ايه الحكمه؟ انت بتقتله ولا ايه فكرتك؟ انت بتحب وتكره يا كابتن حسام. ما حدش عاقل يقعد المهاجم الاساسي بتاعه 119 دقيقه بره المباراه غير ان انت بتقضي عليه. ما تقوليش غير كده. انت بتلعب ادوار اقصائيه. يعني ما تقوليش اصل انا بجرب ومش بجرب. لا، انت محتاج كل دقيقه مصطفى محمد يبقى فيها في الملعب. غير كده انت بتحكي في اي كلام. مع اول منتخب قوي هنقابله، اذا كان كوت ديفوار او الفرقه الثانيه، صدقني بوركينا فاسو، لو لعبنا بوركينا فاسو المنتخب ده هيهنا في الملعب. وحاله العشوائيه اللي كابتن حسام مربي اللعيبه عليها ومولفهم عليها، وسرعات بوركينا فاسو هيهنونا في الملعب. هتشوف حقيقتك بجد. بلعب بقى على المهاجمه المرتده الفتره دي. الماتش ده لعبوا على الهجمه المرتده بقى. ما انت بتقدمش حاجه يا كابتن. ما هو مش منطقي منتخب مصر قدام بنين ومش عارفين نكسب فوز سهل. هتقول لي ما احنا كسبنا 3-1. اه 3-1 بعد اتنين شوط اضافي، وعندك السردباك جايب جول وشوطه من بره ال 18 وهدف انفراد في اخر المباراه. ما عملتش حاجه غير كده. قدم كوره. انت ما كابتن حسام انت مش هتقدم كوره لان انت ما عندكش كوره. انا مش هقول عليك اكتر من كده. وكل ماتش تطلع تعمل لنا كده. مش فاهمك يا سيدي. دي كوره لعبه. بتحسسنا ان في طار بيننا وبينك. كل ما هتكسب مباراة تعمل لي كده مالك يا عم؟ حاجة بسيطة.